السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شيخ ايش رايك في موضوع التجنيس؟ كثير تكلموا عنه. طبعا شوف التجنيس ما في وجهة نظر، هذا قرار دولة. يعني وجهة نظر أقول اثنين، أنا إما بجنس قيمة فنية مضافة ولا لا أجنس. يعني أنا اليوم روما، الكل يتكلم عن تجنيس روما. أولا العمر لا يخدمني، الأمر الثاني أنا إذا ما أجنس لعيبة على مستوى اللعيبة في أوروبا وأفضل لعيبة في أمريكا الجنوبية ما أجنس روما. مراد باتنا مثل ما قال، مراد باتنا شارك مع منتخب بلاده وبالتالي ما يتجنس. التجنيس يجب أن يكون مشروع، لو كان يعني لو تم الموافقة عليه مشروع دقيق ومتعوب عليه، مش فقط لأن في غيرنا جنس. اليوم اذا روما مش قيمه مضافه استاذ محمد الشيخ، من القيمه المضافه؟ اقسم بالله انا ما اتكلم عشان اتحاد، انا ما اتكلم عشان اتحاد، انا اليوم اتكلم عن مشروع وطني نتكلم عليه. اليوم اذا روما مش قيمه مضافه في الناحيه الهجوميه اللي يعاني منها المنتخب، من القيمه المضافه؟ بعدين اللاعب الكبير اللي في اوروبا عمره ما يكون ما عنده منتخب لبلاده. فانت اليوم النوعيه والكم والكيف انت ما تقدر تتحكم فيها. اليوم انت تقدر تتحكم عن ايش؟ عن مطابقه الشروط. اليوم احنا في قانون عندنا في البلد للتجنيس، اذا انطبق على روما او على باتنا او على اي شخص، وترى حتى باتنا لو شارك مع منتخب بلاده يحق له. يعني في كثير لعيبه، اخرهم اللاعب برشلونه المغربي يمين جمال الان تسابقوا عليه المنتخبات واخذ منتخب اسبانيا. طيب نسمع. فاليوم التجنيس مش جديد علينا. طيب. اليابان جنس، كوريا جنس، كل منتخبات العالم جنست، اخرها منتخب اسبانيا. بس اما روما مو قيمه مضافه، لا، مع احترامي للجميع روما قيمه مضافه وقويه كمان. بشكل سريع، اولا بالنسبه للتجنيس اذا كان يملك جنسيتي البلدين ممكن ان يختار، لكن اذا شارك مع منتخبه الاولمبي او الاول لا يمكن ان يلعب في منتخب اخر، فضلا عن ضروره اقامته 5 سنوات في البلد. اثنين، انا اقول التجنيس ليس بالقطاعي، هذا واحد. اذا كان في مشروع فيكون مشروع مدروس ومتعوب عليه. الامر الثاني، نعم انا لا ارى، انت وجهه نظرك ان روما حيجي وحيشقلب بالدنيا في منتخبنا، انا ارى ان روما لن يشكل تلك الاضافه اللي يخلينا من خلالها والله نجيب كاس اسيا ونحط رقمنا. لا، انا مع ان يكون في مشروع، ومشروع اول شيء يتم الموافقه عليه من الدوله ونذهب في هذا المشروع. وفي شيء ازين، في شيء افضل. ما انت قادر تطلع مواهب، اترك القياده وخلي غيرك يسوق ويجيب مواهب. ليش كل شيء يرتبط بقدرات من يدير اللعبه؟ صح؟ يا تقدر يا يجي غيرك يقدر. لا تقول لي هذا انا اللي ما اقدر اسويه انا لا يستطيع احد يسويه. موضوع سهل. ابو بدر، لا احيانا ممكن لا عفوا، احيانا ممكن ايش محمد؟ صناعه اللاعب. لا اقول لك محمد ايش؟ انا اقول انت كلامك صحيح، اذا في ملف قائم عليه شخص وما يقدر اسلمه غيره ممكن يقدر. لكن اذا كان هذا الملف مش موجود، احنا موضوع التجنيس الملف لا مش موضوع التجنيس. انا اتكلم اذا انت تذهب للتجنيس لان ما في مواهب، ما تعرف تطلع مواهب، وخر يجي غيرك يطلع مواهب. بس هذا اللي اقول بسهوله. يعني لا تربط كل المصير الكره السعوديه بقدرات شخص او اشخاص. طيب تفضل ابو سريع. ابو بدر، المشروع التجنيس ترى على كل التخصصات، واي شخص يقدر يقدم ملف للتجنيس، مش مقتصر على لاعب. يعني كثير من الكوادر اخذوا بس اقصد مش هذا الحل، بس اقصد مش هذا الحل الوحيد. بس يعني في حلول. صحيح كلامك مليون في المية ابو بدر. اليوم انت كلامك هو الصحيح، اني ابحث اسوي مشروع لمستقبلي والان، وانت هذا الكلام اللي نتكلم صح. بس انا اليوم اتكلم عن مشروع التجنيس مش بس على روما، انا اتكلم عن انطباق الشروط من وفق الانظمه. ما هو استثناء عشان انا اقول لا هذا مشروع جديد. طيب. لا، روما ممكن يقدم الحين وياخذ الجواز. ترى لو ما راح المنتخب ممكن يقدم وياخذ الجواز وفق الضوابط والشروط. اليوم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.